بعد انتهاء مباراة القمة اليوم بين الأهلي والزمالك، درس قاسي يعطيه الحكم الأجنبي للحكام والكرة المصرية. درس قاسي في فنون التحكيم يعطيه الحكم النهاردة لحكام الكرة المصرية. أنا سبق قلت علشان الكورة تنضف في مصر سنة واحدة لكل المباريات حكام أجانب. هتبص تلاقي حكام كرة القدم المصرية بيتعلموا ازاي فنون التحكيم. شوف الراجل ازاي واثق من نفسه وبقراره، حتى الكورة اللي هو حسبها للأهلي وتراجع فيها مفيش، ما أخدش ثانيتين قدام الفار. مش محمد عباس ولا عبس حكم مباراة المصري وبتروجيت اللي بيحسب ضربة جزاء مش ضربة جزاء وبيلغي هدف، وهدف المصري راح يقعد 10 دقايق عشان يشوف الكرة جول ولا مش جول. في حكم يقعد 10 دقايق، 10 دقايق. الراجل الأجنبي مفيش، هو خلاص انتهت، واثق من قراراته، حكم على أرض صلبة. أنا بقول للحكام المصرية تاخد المباراة دي وتقعد كده تتعلم الحكم ده، تتعلم ازاي يعني يحكم مباراة بدون أخطاء، يعني بدون أخطاء. أمتعنا الحكم النهاردة في قراراته في ضربة الجزاء اللي هي اتعادت. تعال بقى في ماتش مباراة المصري ده لغى، يعني لما الكرة اتصدت والمصري جابها جون، آه، ما عادش الكورة. يا عم ما اتعلموا، شوف قعدها ازاي تاني. لا لا ما فيش احنا لسنا، يعني حكام الكورة دول عايزين وقت طويل عشان يقدروا يحكموا مباراة كرة القدم. فأنا بقول لهم خدوا المباراة دي واقعدوا كده اتفرجوا عليها عشان تتعلموا فنون تحكيم كرة القدم.